مرحبا معكم حلا. اليوم إن شاء الله رح نقدم نماذج للطعام إذا كنتي عم تتبعي الخطوات السبعة لتنزيل الوزن أو النصايح العشرة لتنزيل الوزن. يعني بالنهاية الخطوات السبعة هي جزء من النصايح العشرة. بنهاية الفيديو كمان رح أحط لك الفيديو اللي نزلته أنا من قبل، في شرح للخطوات السبعة بطريقة مبسطة وسهلة، وإن شاء الله بتستفيدوا منه. هلأ خلي بداية نهارك إنك تشربي مي بعصرة الليمون، وإذا عندك عسل ممكن إنك تستعملي. هلأ عصرة الليمون مع المي بترفع مناعة جسمك، بتحول جسمك من وسط حامضي لوسط قلوي، وهذا الشيء مثل ما قلنا بيرفع المناعة، بيقوي الجسم، بيحارب الالتهابات، يعني له فوائد كتير كبيرة. هلا بعده ممكن انك طبعا يعني يفضل انك تضلي نص ساعة انت ما تاخدي اي شيء. بعدين عندك 3 خيارات للفطور، يعني ممكن انك انت تختاري واحد وممكن انه انت تبدلي بيناتهم. هلا بناخد معلقتين من الشوفان، بنحط عليهم كاسة من الحليب. ممكن انه انت ما تستعملي الغاز، تخليهم يعني ينتقعوا مع بعض شي مدة ساعة، بيطرى الشوفان وبيطلع كتير طيب. وممكن انك تحطيهم على النار كمان، تخلي الشوفان يستوي مع الحليب، وبعد ما يستوي ممكن انك تحطي عليه معلقة عسل وتحطي عليه نص موزة وتفطري فيهم. هلا النموذج الثاني ممكن تاخدي 2 بيضة مع خضار، خيار وبندورة، يعني هدول يعني أزبط شي، وتاخدي معهم ربع رغيف. الخيار الثالث ممكن انك تاخدي جبنة قطعة، ممكن تاخدي لبنة معلقتين مع خضار ورغيف. هيك صار عنا 3 نماذج للفطور، بتحقق يعني الخطوات السبعة، وبنفس الوقت هن مغذيين ومليانين بروتين ونشويات قليلة. هلأ بعد الفطور بساعتين ممكن إنه ناخد سناك، واللي هو أفضل شيء إنه نختار فواكه. ممكن نختار التفاح، البردقان، الكيوي، الفريز، أي فواكه ممكن إنك تاخديها. ونحاول إنه هذا السناك يكون قبل العصر، يعني نحن بدنا نحاول إنه بعد العصر نحن ناخد شيء فيه بروتين، وما يرفع عنا السكر، مستوى السكر بالدم، لحتى نحن نقدر نحرق من مخزون الدهون يلي عنا. بنيجي هلأ للوجبة الثالثة، إذا اعتبرنا إنه الفطور وجبة والسناك وجبة. هلأ الوجبة الثالثة هي الغداء. شو ممكن إنه ناخد مع الغداء؟ أفضل شيء ممكن إنه ناخده هو البروتين مع السلطة. شو ممكن يكون البروتين؟ البروتين ممكن يكون صدر من الدجاج بحجم كف الإيد، ممكن نحط معه معلقة من زيت الزيتون مع البهارات مع الأعشاب اللي نحن بنحبها، ونعمل صحن سلطة كبير، ونركز على الورقيات اللي هي ممكن إنه مثل الملفوف أو السبانخ أو حتى البقدونس. يعني كل الورقيات الخضراء كتير بتكون ممتازة. ممكن انه تكون قطعة ستيك، يعني مو شرط انه دجاج. ممكن انه تكون كبدة، او نحن بنسميها بالشام السودا. ممكن انه نطبخها مع الكزبرة والثوم ومعلقة من زيت الزيتون، ناخد حوالي 150 جرام منها. كلها هي مليانة بروتين ونشويات قليلة. ممكن ناخد مع الكبدة، ناخد مع يعني سلطة لبن بخيار، كمان بتطلع كتير طيبة، أو صحن سلطة عادي كمان ما في مشكلة. ممكن إنه مثلا إذا طابخين نحن من طبخ البيت، أكل فيه فول أو فاصوليا أو حمص، عدس، شوربة العدس، كلها شغلات فيها مليانة بروتين، مفيدة، وبيمشي حالها مع النصايح السبعة. كمان يعني نحاول إنه كمان نحن ما ناخد كتير في يعني شيء فيه نشويات. يعني نحاول إنه الرز والمعكرونة هي نبتعد عنها تماما. بينما نحن إذا أخذنا البروتين النباتي فهو بيحتوي على نشويات، يعني العدس فيه نشويات، بالفول، الحمص، الفاصوليا كلها فيها نشويات. نحاول إنه نحن ما ناخد معها رز، وهيك بنكون حققنا النصائح. يعني صحيح هي فيها نشويات، لكن نشويات معقدة، بتعطينا ألياف، بتعطينا قيمة غذائية، وما بتحسسنا بالجوع مباشرة. ممكن حتى ناخد ملوخية، ممكن ناخد سبانخ، كلها هي أكلات ممكن إنه ناخدها على وجبة الغداء. يعني ممكن إنه نحن نلتزم بالبروتين تماما، وممكن إنه من أكل البيت لكن نبتعد عن المعكرونة والرز. هلا السناك الثاني يفضل انه يكون نسكافيه. بناخد كاسة من الحليب وبنحط مع معلقة النسكافيه. بناخد اي سكر دايت انت بتستعمليه ممكن انك تحلي فيه، وممكن تاخدي من دون سكر. طبعا نحن حطينا السناك الثاني ممكن يكون بوقت متأخر شوي بالنهار، ما في مشكلة نحن لما بناخد الحليب اللي فيه بروتين. بينما الفواكه خليناها بالسناك الاول، بيكون النهار لسه بدايته، فبيكون افضل وللحرق افضل. طبعا آخر وجبة بنفضل إنه تكون قبل النوم بساعتين أو 3، ناخد الزبادي بعصرة الليمونة. طبعا
طبعا بيحسسنا بالشبع، نحرق دهون أثناء النوم، وهذا الشيء اللي نحنا بدنا إياه. فلذلك هون عندك هاي النماذج، شوفي اللي بيناسبك واعملي، وإن شاء الله بتلاقوا كتير فوائد عليها من دون ما تحسوا بالجوع. وهلا رح أترككم مع الفيديو لحتى يشرح لكم الخطوات السبعة بالتفصيل. هلا هاي الخطوات بتساعد على انه لما انت عم تعملي ريجيم، هذا الريجيم يعني يعطيكي كتير نتائج حلوة. تاني شيء بتضمني انه جسمك عم يحرق دهون طول فترة الريجيم، مو عم يحرق عضل ولا عم يحرق ولا عم ينزل لك مي من جسمك. الشغلة الثالثة اللي هي كتير مهمة، انك انت ما بتمرقي بمرحلة ثبات الوزن، لانه كتير احيانا بنبلش الرجيم بيكون جسمنا كتير عم ينزل بطريقة منيحة، بعدين بيتوقف، حتى شو ما نعملنا بضل واقف الرجيم. فهي مرحلة ثبات الوزن، اذا اتبعتي هاي الخطوات انت ابدا ما بتمرقي فيها. هلا اول شيء عندي اني اعمل تحليل للغده الدرقيه لهرمونات الجسم وحساسيه الطعام، والتاكد انه جسمي سليم تماما. هذا الشيء بيخلينا نبدا الرجيم ونضمن انه هذا الرجيم رح يعطينا فعاليه، لانه احيانا كثير بنعمل رجيمات وبسبب واحده من هي المشاكل نحن ما بناخذ نتائج ابدا. هلا تاني شيء هي منع النشويات البيضاء، دقيق القمح، المعكرونة، الرز، طبعا كلها هي ممنوعة. بناخذ نشويات بمقدار بسيط، بيكون مصدرها الشوفان أو الفواكه، لأنه الفواكه بتحوي سكريات وبتحوي نشويات. هلا حتى هي النشويات المفيدة بعد المغرب هي ممنوعة تماما، لأنها بتتحول لدهون. هلا ليش نحن بنمنع النشويات والسكريات أثناء الرجيم؟ لأنه بتعرقل الحرق، بتساعد على الجوع، يعني كل ما أكلتي أنت بصير بدك تاكلي أكتر، وبالتالي تخزين الدهون، وهذا الشيء بيخلي الوزن يزيد وما ينقص. النصيحة الثالثة هي تناول تلت المعدة فقط، طبعا تبعا لتوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، انه تلت للنفس وتلت للشراب وتلت للطعام. حتى هذا التلت اللي من المعدة لازم يعني ما نحط فيه شو ما إن كان. اول شيء بنبدأ بالشوربة. انا في عندي شوربة حارقة للدهون بقناتي، فيها بتحتوي كل المواد اللازمة، يعني اللي بحاجة إلى الجسم، فيها بروتينات وفيها نشويات جاية من الشوفان. وبعدين بناخد السلطة، طبعا من دون نشويات بيضاء نهائيا. هلا هذا كتير شيء مهم، يعني هون التركيز على النشويات، لأنه هي عن جد هي مصدر زيادة الوزن وتخزين الدهون بالجسم. تقسيم الوجبات على مدار اليوم ل5 وجبات. تناول قليل من الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون. هلا في ناس بتقول الزبدة، كمان الزبدة ممكن، لكن معلقة كتير صغيرة بس تكون الزبدة الأصلية، يعني مو مهدرجة ولا مضاف لمواد، يعني بده يكون الواحد يعرف المصدر اللي جايب منه الزبدة. هلا أساس الوجبات لازم يكون بروتين مثل البيض والأسماك والدجاج. اللي طيب ما بيحب المصدر الحيواني للبروتين ممكن ياخد الفطر اللي هو المشروم، ممكن ياخد من العدس، ممكن ياخد من الفاصوليا البيضاء. كل هاي الشغلات فيها نشويات، ولكن نشويات مفيدة. ممكن ناخد مثلا على الفطور ناخد أجبان قليلة الدسم، يعني بدنا نحاول إنه تكون وجباتنا مصدر البروتين فيها جيد طبعا مشان العضلات. هلا بين الوجبات طبعا نحن هلا بدنا ناخد 3 وجبات أساسية خلينا نقول، وفي عنا وجبة لازم تكون فواكه، اللي هي خلينا نقول الوجبة الرابعة، لازم تكون قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل ب3 ساعات، والوجبة الأخيرة هي قبل النوم بساعة، طبعا زبادي وليمون، أو إنه نحط فيتامين سي على الزبادي. هيك صار عنا 5 وجبات أساسية قسمناها على طول النهار بكميات قليلة. النصيحة الخامسة هي شرب مي فاترة بعد الاستيقاظ، يعني خليها كاسة تقريبا، هي بعد الاستيقاظ مباشرة. على مدار اليوم لازم تشربي مي كتير منيح، لأنه هذا الشيء بيساعد على طرح الدهون برا الجسم. هلأ شرب الشاي أخضر أو أسود بعد الوجبة بنص ساعة عليها عصرة ليمونة كمان كتير مفيد، وممكن إنك تحلي بسكر دايت. هلا النصيحة السادسة إنه تنامي قبل الساعة 11 لحتى تساعدي جسمك على إنه يرتاح. هذا الشيء بيخلي الحرق عندك يعني يصير بكفاءة أعلى، وطبعا تاني يوم بتحسي إنه أنت عندك إحساس بالشبع على مدار اليوم، عكس إنه اللي بينام ساعات قليلة وبنفس الوقت بتلاقي تاني يوم بحس بالإرهاق وبحس بإنه بحاجة لحتى يأكل أكتر. طبعا كل هاي عن دراسات.
هلا أهم نصيحة عندنا هي إنه كل 3 أيام تعملي يوم مشروبات قليل السعرات أو يوم ديتوكس. أنا عندي فيديو بترك لكم الرابط بصندوق الوصف. مشروبات طبعا ممكن تستعملي الخضروات، يعني تعمليها على شكل عصير. ممكن تاخدي فواكه مثلا تكون سعراتها كتير قليلة مثل الفراولة والتفاح، كله هذا بيساعد. وعندك كل أسبوع يوم فري من دون ما تبالغي بالموضوع، لأنه ممكن إنه هذا اليوم إذا أنت بالغتي بالأكل فيه يرجعلك الوزن يلي أنت فقدتيه طول هذا الأسبوع. لذلك كلي لكن من دون مبالغة. طبعا هي كانت هلأ النصايح ال7، بتمنى أنه تكون واضحة لإلكم وتستفيدوا منها، وشكرا كتير على المتابعة.